تخوفنيش يعني يا معلم، اصل بيقولوا يعني كده سكنوا اللهم احفظنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. هي في الحقيقة راحت تقابل نبيل أخو رضوان اللي ضربك، لكنها مش قايلة لحد. اوعى بقى تقول لحد انت كمان. انت بتقول ايه ياض؟ اجي معاك يا جلال. تيجي فين يا خايب الراجة؟ تبقى عارف ان اختك نازله معاد غرامي، ولا تقوليش يا كروديا؟ ده سر يا جلال. ده انا هقطم رقبتك انت وهي، وديني يا ليلى لسففك التراب. هتسفوا التراب تاني يا جلال؟ اكتم ياض. ده انا اتأخرت يا سنابيل ولازم اروح، لحسن كده مش هيحصل كويس. ما لسه بدري يا ليلى، لسه ما اكتفيتش من نظر لعيونك. بدري من عمرك يا نبيل افندي. كده طيب اتفضلي اوصلك بقى. توصلني ازاي بس؟ انت عاوزهم يشوفونا في الحارة؟ ده يبقى نهار مش فايت. محدش هيلاحظ، انت هتمشي قدامي وانا هكون وراكي تمام لحد ما توصلي. لابد اطمن عليكي، ما يصحش اسيبك تمشي لوحدك. انت فين يا ليلى يا بنت بيومي؟ انت فين؟ جلال؟ ايوه جلالة ست الحسن والدلال. مش هتتمخطري في الحتة؟ اصل الجاز اللي في ايدك فاضي زي ما هو، لابد تكوني حرقتيه في السكة زي ما هولع فيكي دلوقتي. انت بتضربني ليه يا جلال؟ انا عملت ايه بس؟ ابعد ايدك عنها. لا دكر ياض. تعالى انت التاني، وكمان سحبالي سي عنتر وراكي قدامي انتوا الاتنين. وسع ايدك. يا معلم بلال، مش برضو اللي هناك ده جلال؟ في ايد اخته وفي الايد التانية نبيل ابنك. عملتها تاني يا نبيل الكلب. يا معلم بلال، المرة الجاية اللي هيهوب فيها ابنك من اختي مش هسلمهولك صاحي. اثبت مكانك يا رضوان وما تتحركش. خد اختك واطلع جلال من غير طول لسان، وابني انا هشوف شغلي معاه. امشي قدامي. يابا انا بحب ليلى وهتجوزها. ما اسمعش حسك يا نبيل، وتلقح فوق جنب امك لغايه ما اطلع لك. كده يا نبيل، غاوي ما تسمعش كلامي ولا كلام ابوك. يا امي انا ما عدتش صغير، والحب ده شيء ما هواش بايدنا، وكمان هي ملهاش ذنب. هي ما اختارتش تبقى بنت بيومي. يا نبيل افهم، بيومي ده لا يتعاشر ولا يتناسل، ولو حتى ابوك وافق لا يمكن ابدا بيومي يرضى يدي بنته لحد من عيال بلال. يا ابني ما انتش فاهم حاجة، بيومي ده شيطان محبوس ولابد في يوم يخرج، وإن حصل اللي حصل ده تاني مرة في وجوده ما هيش معدية على خير. يا ابني يا ما شرط عليك أشكال والوان من بنات متعلمة زي حالاتك، انت يا واد ما انتش مقدر قيمة نفسك. ده انت دكتور وابن المعلم بلال بجلالة قدره، وألف من تتمناك يا ابني. وانا قلبي ما يتمناش غير ليلى، ويستحيل اعيش حياتي مع غيرها، والا هكون زي كمال واعيش لكم من غير جواز خالص لو ده هيريحكم. يا اخواتي ده برضو يريحنا يا ابني، مفيش فايدة وياك يا نبيل. يا ابني يصعب عليا اشوفك متعلق بحبال دايبة يا ابني، ده طريق مسدود اخرته ما تصرش. بلاش بنت بيومي يا نبيل، بنت بيومي لا. تلاتة بالله العظيم يا زعزوق، لو عرفت ان قليلة الرباية دي رجلها خط اتعدبت اوضتها لكون حبسك جنبها وارتاح منكم. سامع؟ سامع، ده حتى صوتك عالي خالص. جاتكوا داهية تشيلكوا انتوا جوز. راح فين يا جلال؟ اجي معاك. مش شغلك. راح اطفح كاسين سم يروقوا دمي،
الله لا يروق دمكم يا عديم الدم. سقسوق عاوز سم. الله، ده روايح الياسمين هلت. ما تيجي جنبنا عيمة اسقيكي كاسم حبة ونتساير. يدوم الجابة يا أمير. سيبك منه، تعالي جنبنا يا نعيمة، جوايا كلام كتير قوي اقولهولك. مبروك، خدت إذن بالكلام امتى من أمك؟ بنت اسقيكي وشكي من الغالي. من الغالي؟ الله يرحم أبوك، كان يسمع الأباقيب سمع. تعا يا واد يا سفنجة، نزل إزازة كمان عند المعلم جلال أما نشوف ماله. اللي واخد عقلك يتهنابه يا سي جلال، ما هيش عوايدك يعني. واخد جنبه ويا الإزازة ولا اللي قاعد في قرافة؟ ولا ما عجبتكش النمرة؟ ما عادش حاجة تعجبني خالص يا نعيمة. وإيه في الدنيا دي يعجب يا واد؟ إنما برضو السما ما تفضلش كده على طول، يوم تفتح ويوم تغمق. غامقة قادلها كتير يا نعيمة. كل ده لاجل بلال ورجالته واللي عملوه وياكوا. جرى ايه يا واد، هي أول مرة؟ قصدك ايه يا نعيمة؟ الله، ما تتحميش قوي كده، بضحك معاك. اشرب 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 وروق دمك. ما كفاهوش رمية ابويا في السجن وحرقة قلبي عليه، لو كمان يمنع عننا القتاوة ووقفتنا في الحارة، يتكتروا عليا ويا رجالته وابنه يسيح دمي في قلب الحارة ويخلوا راسي في التراب. لا يا جلال، ما حبكش وانت كده. ابن المعلم بيومي مفيش شيء يكسر ابدا. كل حاجة اتعفرتت يا نعيمة، ما عدتش شايلة اهم حاجة الا خرجة ابويا ورؤيته الحالي وحال رجالته واللي وصلنا له. يقول عليا ايه؟ مخلف مرة. اسكت يا جلال، بكرة ابوك يخرج وتقعد الحارة الراجلها يرد لك كرامتك قدام كل الخلق. هو بس يرجع لنا بالسلامة. الصبر الصبر يا واد يا جلال. الصبر، ده الصبر من كتر الصبر اتربت له العلة نعيمة. يا واد المحامي اللي اترافع عن ابوك اتعكم بالمعلوم وتقلت له جيوبه، وعدنا مش هتعدي السنة الخامسة إلا وهو طالع. القضية اللي بلا بيها عمك ما هيش سهلة أبدا، كانت توصل لحبل المشنقة لولا ستر المولى. ربنا مش على كيف حد. أهو الخمسة خلصوا يا قلب نعيمة، وكلها كام يوم والتاني ونسمع خبر وصوله بالسلامة. يجيبك لينا سالم غانم يا بيومي. عارفة يا نعيمة، لحد دلوقتي نار الغيرة بتقيد في قلبي لما بتتكلمي عن بيومي وصوتك يحن بالطريقة دي وعينك تلمع زي الألماظ. ينيلك يا واد، لو انت لسه عندك أمل، ده انت زي ابني يا منيل. ده لو بيومي طوعني زمان ولا اتجوز شمك كان زمانك ابني. حكيم انا ما يعشش في نافوخي راجل تاني ابدا بعد بيومي. ده انا بسيب كل المساطيل دول واجي اتونس معاك انت عشان فيك من ريحته. اهو اي حاجه من قطره تصبرني. خالق الصبر صبرني. يا دي يا سفنجه، ازازه كمان للمعلم لاجل يطفي النار. اسطى يا اهل الله اللي هنا. رضوان، روح شوف ده الجدع البسطجي، باين انه جايب لنا جواب من الشيخ سالم. ايوه يا اخينا، هو بيت بلال العربي. معلم جواب من البلد، سالم اخويا. طب هات بقى لما اطلع افرح امك. أطمنك يا والدي، أمور العزبة عال العال، والبهايم صحتها أحسن منني شخصيا.
أرسل لكم هذا المرسال محملا بالأشواق والقبلات، وأعلم جيدا أيها الدكتور الصغير نبيل أخي العزيز أنك من تقرأ عليهم كلامي، إذن صل لهم سلامي جميعا إلى أبي وأمي كمال ورضوان، وأعدكم بالزيارة في القريب العاجل إن شاء الله. ابنكم البار سالم بلال العربي. ياض يا عبعال، انت فين يا هباب البرك؟ اللهم طولك يا روح. صحيح يا ولاد، العيط عالضايع ملوش لازمة يا ولاد. أنا هنا يا شيخ سالم. يا واد أنا مش منبه عليك، ما تغيبش عن عيني. مفيش غيرنا في العزبة الوقت دي، الرجالة بتروح لبيوتها ويفوتونا لوحدني، وانا بيتي وسط العزبة سايبه وسايب عيالي وقاعد جارك، ولا دكت النوم ادي لي ليالي. الكام يوم دول خلاص هنورد البهايم اللي اتسمنت للمذبح لاجل ما يوصلوا للمعلم بلال. كل ده فوق راسي وانت ولا على البال ولا على الخاطر. حقك عليا يا شيخ، انا جارك اهو، مانيش متحرك خطوة واحدة ابدا. لا يا اخويا اتحرك، خد روح وصل الجواب ده العلوان، يوديه البسطة معاه بكرة عشان يلحق يوصل للجماعة في البندر. اللي قول لي يا شيخ سالم، الله هو انت بصحيح هتمشي وتسيب العزبة؟ وملك يا واد مبتسم كده وفرحان. كم يوم وراجع يا اخوي؟ ما انت عارف ماليش انا في زحمة البندر ولا دوشة الحارة ومشاكلها. انا غويت العزبة وشغل العزبة والقعدة وسط البهايم. انت بتقول ايه يا ده زغلول؟ الكلام ده صحيح؟ يا الف نهار ابيض، فرق السائع على اهل حارة فتوح تما. اقول لك قوم فتوح نفسه يسمع الخبر. يا اهل الحارة، يا اهل حارة فتوح، الرايح يقول للجاي، والعاشق في جمال النبي يصلي عليه. المعلم بيومي العترة اخويا وصديقي خرج. بيومي خرج يا حارة، نجينا يا رب. بيومي خرج من سجنه، ويا ترى ايه تاني هيخرج لنا من اسرار في حارة فتوح وبيت العربي وعيلة العربي اللي فيها الأخ بيسجن أخوه. بس هل ده فعلا اللي حصل ولا القصة وراها قصة؟ ده اللي هنعرفه لسه في الحلقات الجاية. ما تروحوش بعيد، الحلقة الجاية عيد برجوع فتوة الحارة من جديد. عرفونا لو عجبتكم الزيارة، لو ناويين تكرروها اشتركوا معانا ودوسوا على الجرس واستنوا الزيارة الجاية.